فوضت حضرتك في انهاء التعاقد مع شركه برزنتيشن، والاستاذ عمرو وهبي دلوقتي كان طالع يقول احنا ما عندناش سلطه على اي قناه فضائيه بتحديد محللين بعينهم للظهور، وراينا ليس اجباري نهائي. الزمالك لم يسبق له منع قناه اون سبورت عن اذاعه اي لقاء، وحال فعل ذلك سنلجا للشؤون القانونيه. الزمالك من حقه الدفاع عن حقوقه، ولكن سنحاول حل كل الامور بهدوء خلف الابواب المغلقه. ايه الابواب المغلقه دي؟ يعني يعملوا لنا ايه؟ مش عارف انا بقول لحضرتك كلام على الاستاذ عمرو وهبي المدير التنفيذي. عمرو وهبي بيقول لك شؤون قانونيه. طب اخبط دماغك واشرب خراره بقى يا عمرو يا وهبي، وريها هتعمل ايه؟ مش فاهم انا يعني. لا هو قال بعد كده ان الزمالك من حقه يعني. برضه اللي عيطت وشلت محمد كامل لما كله رفض يتعاقد معاه وقعدت تعيط قدامي زي النسوان. دلوقتي لقيت عنتر. لا هو لقيت عنتر وشؤون القانونيه. عندك شؤون قانونيه دلوقتي؟ لا هو الخساره اللي احنا عايشينها. هو كمل بعد كده وقال ان الزمالك من حقه ان هو يدافع عن حقوقه، ولكن سنحاول حل الامور بهدوء. انا ما اعرفش مين عمرو وهبي ده اصلا. ده المدير التنفيذي يا فندم من شركه برزنتيشن. ده مش بتاع اعلانات الشوارع، ده اللي بيعمل سمنه بتاع الشارع دي، حط اعلانات شوارع. لا ما يعني انا عندي اسمه محمد كامل. وبقول لمحمد كامل لو عمرو اتكلم تاني انا عندي. ولا ليه حق لان انا عامل في عادي كده، كاتب في عادي كده. بس هل هم فندم يملكوا الحق في ان هم يمشوا فلان وعلان؟ مع القناه كده. طمنت على مدحت شلبي. وابو العيله تاني بقول اهو. مدحت شلبي وابو العيله وطارق الادور واحمد سليمان واحمد حسن ومحمد شبانه في الاذاعه. لو راجل دخل كاميرات التلفزيون. طيب ولا جايب شركه رايه ترعاني ولا تهد حيلي. نعم، يعني احنا ممكن نتكلم حضرتك مثلا كمان ربع ساعه تقول لنا مين اللي هيكون هو اللي كلمني خلف الابواب المغلقه. ازاي يا فندم؟ انا ما اعرفهاش. اول مره انا عارف ان فيلم فيه النوافذ مغلقه. الابواب المغلقه دي اول مره الاخ عمرو اسمع عنها. وبتتكلم دلوقتي يا عمرو بقى ليك صوت طالع اهو. بقى ليك صوت. فاكر لما النادي الاهلي اداكوا على فاكوا يلا انت هو من هنا يلا وجبت لك انا 16 نادي. انت ناسي؟ ومش كاسر عين مرتضى منصور بحاجه. السوبر ده انا رفضت اسافر لما لقيت كنتوا حاجزين لي على حسابكم. نعم. والسوبر اللي فات مسافر على حسابي. نعم. يعني هو برضه من حقه، هو المدير التنفيذي ومن حقه يا فندم ان هو يعني يدافع عن شركته، يعني دي شركته ولازم يدافع عنها. يا استاذ فاضل العقد ده عقد بيقول كده، هو مش عاجبه خلاص. انا عندي 100 سبب لفسخ التعاقد. هو مش عنده ياكل الانديه كلها وبقى راجل ملياردير وعنده ملايين وبيخوف الناس انه فلان بيقعد في المكان الفلاني اللي بتخوف الناس. يا فندم بس ما بخافش. هو ما قالش حاجه، هو قال لك الزمالك من حقه يدافع عن من حقه الدفاع عن حقوقه، ولكن يعني هو واضح ان في حاجه او ان الجمعيه العموميه طالما فوضت حضرتك بانهاء التعاقد مع شركه برزنتيشن ده بالنسبه لهم خساره كبيره، اعتقد كده يعني. لا هم عندهم فلوس كتير ما يبعتش بيهم دلوقتي. ما تقلقش يعني. خلينا نبي لهم شويه. يعني يا فندم من الممكن ان يكون هناك حل وسط، يعني مثلا ان الناس دي تبقى يعني ينفع احمد، يعني ينفع واحد جاي يعلق على الزمالك رفع قضيه على النادي وعلى رئيس النادي وتقول لي اقعد اتهرج؟ ينفع واحد خد عمولات وسمسر واتطرد من النادي يخش يقول له خد سيلفي معايا يلا انا عايز اديك سيلفي على الهوا؟ انا هزر؟ ينفع محمد شبانه طول النهار يقعد يشتم في النادي؟ ينفع مدحت شلبي يقعد يتريق على الزمالك؟ انا هزر؟ لاعب ايه؟ ويشرب يقول لك انا من اي خراره يخبط دماغه في اي مصيبه سوداء. هو الشمخونيه بتاعته بتخصني. ما انا عندي 100 سبب لفسخ التعاقد. مليون سبب. ده الكلام اللي بيقوله كلام واحد عبيط يعني ما يسدوش عليه. المهم يا سيدك من اللي ورا في المغلقه كلمت عن ماشي يا فندم. اشكرك يا سياده المستشار على وجودك معانا. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.